باسم الآب والابن والروح القدس إلى الواحد آمين. أحبائي في كورس الشخصيات ال16 هنتكلم النهاردة. ما زلنا في الأربع حروف. اتكلمنا على حرف الإي اللي هو الشخصية الاجتماعية، واتكلمنا على حرف الآي اللي هو الشخصية الانطوائية. النهاردة هنتكلم على حرف الإس وهو الشخصية الحسية أو الشخصية اللي بتلاحظ الحاجات. هنتكلم عن سمات الشخصية ديت والحرف المقابل ليها. لكن في الأول زي ما قلت لكم عن الشخصية الاجتماعية والشخصية الانطوائية، إن حرف الإي وحرف الآي سواء النوع ده أو النوع دوت، فهي ده الطريقة اللي احنا بنكتسب بيها طاقة نقدر نستمر في الحياة. فالإنسان الاجتماعي بالأنشطة وبالمقابلة ناس كتيرة وإنه يتكلم وإنه يعمل حاجات كده، دي بتديله طاقة. والإنسان الانطوائي الوقت اللي بيقضيه مع نفسه ده بيديله طاقة. النهاردة بنتكلم عن حرف الإس والمقابل ليه حرف الإن، وهما الاتنين بيتكلموا عن إن إزاي بنجمع المعلومات. إزاي بنجمع المعلومات. فكل واحد في العالم اللي هو عايش فيه، كل لحظة في حياتنا إحنا بتجيلنا معلومات من خلال الحواس الخمسة. بتجيلنا معلومات إزاي بقى بنجمعها أو بأي طريقة، ده اللي إحنا هنتكلم فيه. وده اللي هيخلي الشخص الحسي اللي هو حرف الإس، وهيخلي الشخص الحدثي اللي هو حرف الإن، كل واحد فيهم بيستقبل المعلومات إزاي. فأول حاجة عن الشخص الحسي إنه هو بيحب الإجابات محددة. بيحب الإجابات تكون محددة، يعني ما يحبش الكلام اللي سايح كده على بعضه. يعني مثلا لو الشخص الحسي حرف الإس دوت بيسألك الساعة كام، تقول له يا الساعة 8 وشوية. شوية دي ما تركبش معاه خالص. يعني ايه شوية؟ 8 و10، 8 ونص، 8 وايه؟ قول. ما يعرفش ياخد موضوع وشوية دي، عايز إجابة واضحة محددة للحاجة دي. قيس على كده بقى حاجات كتيرة. يعني مثلا لو انت قلت له بكرة ان شاء الله نتقابل، يقول لك بكرة الساعة كام؟ هتلاقي ده السؤال بتاعه، عايز حاجة واضحة محددة. تقول له ماشي يا عم، هنقوم كل واحد فينا ياخد فطاره ونتقابل. الساعة كام؟ ما فيش إجابة محددة. أنت هتقوم إمتى وتفطر إمتى؟ ميعادك غير معادي. ما فيش إجابة واضحة. فهو عايز تكون الدنيا واضحة. الشخص الحسي حاجة تميزه إن عايز تكون الإجابات أو الكلام يكون بشكل واضح. الشخص الحسي بيركز في الحاجة اللي بيعملها، يعني دماغه وشغله في الحاجة اللي في إيده دلوقتي اللي هو بيعملها. وإنه لو قاعد مع 2 3 بيتكلموا إن إحنا تعالوا نعمل كذا، وممكن نفكر نحط عليه كذا ونزود مش عارف ايه، هتلاقوا الشخص الحسي في وسط المجموعة دي هيقول لهم طب يلا ننفذ الكلام ده. هتلاقيه هو اللي ينط في الكلام، هو اللي هيخش بنقطة طب يلا ننفذ اللي احنا بنقوله. لأن هو يحب يعمل الحاجة ويعملها دلوقتي. يعني مش ملوش في إن نقعد نفكر نتخيل نعمل، ملوش كده. هو عايز يلا ما دام قلنا نعمل ننفذ. فدماغه رايحة للحتة بتاعت دلوقتي، يشتغل ويركز في الحاجة دلوقتي، وما تشتش دماغه في إن يتخيل حاجة لسه لقدام، أو الخطوة اللي بعد اللي بيعملها دي تبقى إيه ولا بتاع. لا، خلينا نخلص دي. هتلاقي كده رده كده. تيجي تقول له طب وبعدين بقى هنعمل، يقول لك خليني بس اخلص دي. هتلاقيه قطعك وقال لك كده خليني اخلص دي. هو دوت الشخص الحسي. يحب يشوف نتائج ملموسه للحاجه اللي بيعملها. يعني ما يشتغلش على الحاجات اللي فيها نظريات وحاجات كده في الهوا ولسه مش موجوده على ارض الواقع. لا، يحب يشوف انا عملت كذا النتيجه بتاعته كذا، طلعت بالشكل ده. فهو الشخص الحسي يحب يشوف حاجات ملموسه ويشوف نتائج ملموسه للشغل بتاعه. فمثلا هيقعد يذاكر لكورس بياخده، ما يقعدش يقول يا ده انا بعد ما اخلص الشغل دوت واحط بقى على السي في بتاعتي ان انا حاصل على شهاده مش عارف كورس ايه خدته من مكان فين، ده هيخليني في حته تانية خالص. لا، هتلاقوه مش كده. هتلاقوه قعد وجاب الكتب ولا جاب اللابتوب بتاعه وقعد يشتغل على الحاجه.
حته ملموسه. الحته الملموسه ان انا المفروض اخلص الاساينمنت المطلوبه مني دلوقتي، فمش هقعد بقى في حته تانية كده. عايز يعمل عمل حسي ويشوف نتائج ملموسه. النتيجه الملموسه بالنسبه له انه يذاكر وانه يعدي الكورس، ده الحاجه اللي هو عايز يشوفها يعني. ماشي بمبدا الشخص الحسي، ماشي بمبدا لو هي مش بايظه ما تصلحهاش او ما تجيش جنبها. لو هي مش بايظه سيبها ما تجيش جنبها. بس مش بس على موضوع انها تكون حاجه بايظه، لا، هو ما يحبش التغيير الكتير، ما يحبش التغيير الكتير. بس هو التعبير الشائع لو هي بايظه ما تجيش جنبها، لكن مش شرط تكون بايظه. يعني ممكن يكون ترتيب السفره فين والانتريه فين، هو خلاص اتحطوا في مكانهم ويفضلوا على كده، بالنسبه له يفضلوا كده لسنين عمر يعني، ما يغيرش كتير يعني. ما دام هي الدنيا كويسه وموجوده ومتعودين عليها خليها، طالما هي مش بايظه ما تجيش جنبها. هتلاقوه مثلا في السوشيال ميديا مثلا ما يغيرش الصوره بتاعته كل يوم والتاني. الصوره بتاعته مثلا صوره البروفايل حاجه هي موجوده بقالها سنه 2 3 مش فارقه معاه، هي موجوده، ما بيغيرش في الدنيا كتير. وعشان كده تلاقوه ينزعج من التغييرات الكتيره. يعني هو لو عايش في بيت مثلا وراح شغله ولا راح دراسته ورجع لقى البيت متغير توضيبه، ايه عملته كده ليه؟ هتلاقوه كده مستغرب، والسؤال عملته كده ليه؟ لان هو ما بيحبش التغيير، فبالنسبه له دي مش حاجه تبسطه او تفرحه يعني ان حصل تغيير. لا، هو سيبه الحاجه زي ما هي، الدنيا كويس. بيفضل الحقائق والادله اكتر من النظريات والاراء. يعني لما تيجي تقول له مش عارف الحاجه الفلانيه يقول لك عندك دليل على كده، هتلاقوا ده الرد بتاعه. فالرد دوت يقول لك ان الشخص اللي قصادي شخص حسي، ان هو مهم قوي عنده الادله والحقائق، ان اثبت علميا مثلا ان الموضوع الفلاني كذا كذا، هتلاقيه سامع لك كويس وياخد يدي معاك في الكلام، عشان هو للحقائق وللادله، لكن مش للافكار والنظريات. ما بيعملش كده. الشخص الحسي يحب الموضوع اللي يتكلم فيه ياخده موضوع متسلسل، نقطة ورا الثانية، والنقطة الثانية بتكمل على النقطة الأولى وبتستنتج حاجة للنقطة الثالثة وكده، يبقى الموضوع بالنسبة له ماشي متسلسل. لكن لو مثلا بيحضر محاضرة مثلا أو بيحضر برزنتيشن من حد، وتلاقوا المحاضر دوت أو اللي بيعمل برزنتيشن راح متكلم في نقطة واثنين وبعد كده خرج عنهم وقال عايز اقول لكم على حاجه بس يعني هنطلع من الموضوع شويه والنقطه دي كذا وكذا وكذا، هتلاقوه مش مركز، ما يحبش كده. طالما بتتكلم في موضوع اتكلم بتسلسل وانسياقيه كده وكمل كلامك للاخر. ما يحبش ان الكلام يبقى ماشي بطريقه عشوائيه، يعني تخرج وترجع وبتاع، ما بيحبش كده. تلاقوه يستغرب جدا من الناس اللي بتضيع وقت في الخيال والاحلام والحاجات دي. هتلاقوا كده الرد الطبيعي لصاحبه اللي بيقول له يا بس لو الواحد تجي له فرصه سفر ويروح مش عارف فين ويعمل له كام ويسوي، يقول له يا ابني فوق، ايه الخيال اللي انت فيه ده؟ ده رده عشان هو شخص حسي، هو ملوش في الخيالات. لو فعلا جاي له عقد عمل الكلام كده هياخده ويدي فيه وهيركز فيه، لكن الكلام خيال في الهوا يقول له يا ابني فوق من اللي انت فيه ده، هو مش لكده خالص، مش للكلام بالطريقه دي يعني. الشخص الحسي حرف الاس، عايزكم تعرفوا عايزكم تحفظوا الحرف واسمه ايه. حرف الاس هو الشخص الحسي. الشخص الحسي لو جه في ايده تقرير زي دوت من 10 ورقات هيقراه ورقه ورقه، هيقراه ورقه ورقه. خلوا بالكم احيانا تقارير كتيره بتبقى كاتبه الملخص في اول صفحه. الشخص الحسي مش بياخد الملخص وخلاص، لا، هياخد الملخص يقراه وهيروح مقلب يشوف تفاصيل بقى التقرير دوت بيتكلم في ايه والنقط اللي وصلها ايه وعمل ايه وكل حاجه. هيقرا التقرير من اوله لاخره. هو بالنسبه له يحب يعرف الكلام بوضوح وكل حاجه مكتوبه فيه. ما بيحبش ابدا ان مثلا رئيسه في الشغل او المدرس بتاعه او المحاضر بتاعه ان يقول له يعمل حاجه مش واضحه، ما بيحبش كده يعني.
يعني مثلا لو جه محاضر يقول له فلان اكتب لنا انت بقى موضوع كده عن الاي اي، ما يحبش الكلام يبقى كده وخلاص. طب انت عايز ايه في الاي اي؟ ده عالم كبير قوي، عايز ايه في الموضوع؟ انهي نقطه عايز تتكلم فيها؟ هتلاقوه رايح للحته دي، عايز تفاصيل عن الموضوع، انت عايز يعمل ايه بالظبط. لكن تديله حاجه كده ملهاش معالم، لا، ما يعرفش يروح ويجي فيها، وما بيحبش كده. ما يحبش الكلام يكون في شكل مجملي، لكن عايز يعرف بالظبط انت عايز انه، ويتضايق من الشخص اللي يديله مهمه مش واضحه المعالم. ويتعب قوي لما حد يقول له ماشي ماشي نبقى نتكلم في التفاصيل بعدين. يعني انت سبتني معلق كده. هتلاقيه كده رد يعني انت سبتني معلق كده، ما انا مش فاهم حاجه، مش عارف ايه اللي انت عايزه. نتكلم بعدين، يتغاظ اكتر. يعني تقول له كلمه نتكلم بعدين دي تغيظه اكتر، ان هو عايز توضيح تفصيل وحاجه بالظبط ايه المفروض يتعمل. او مثلا تيجي مثلا زوجته في البيت تقول له ان شاء الله طالعين مصيف مع مش عارف فلان وفلان. هتلاقيه عمل كده. طالعين مصيف فين؟ طالعين مصيف امتى؟ طالعين مصيف مع مين؟ طالعين مصيف هنقعد كام يوم؟ هتلاقي عنده اسئله كتيره. هي قالت الخبر كده بزقططه ومن غير ما تدي اي توضيح. هو ما خدش الخبر على حاجه تفرح، هو خد الخبر ان ايه الكلام المبهم ده، مفيش حاجه واضحه قدام عينه يعني. فتلاقوه ان هو مش بياخد ويدي يعني. وطبعا زي ما قلت لكم ان هو يتغاظ اكتر لو قالت هي فلانه قالت لي على التليفون ان شاء الله نطلع مع بعض بس لسه ما اتكلمناش بقى هنبقى فين هيعتبر الكلام ما اتقالش من اساسه. لما تبقي تعرفي يبقى قولي لي، ما هتلاقي ما فيش منه اي استجابه ولا هو يعني مبسوط بالكلام خالص. يعني طالما ما فيش تفاصيل مش هيحط الموضوع اصلا في دماغه من اساسه يعني. لما بيقول حاجه بيكون قاصدها بالظبط. خدوا بالكم دي صفه عن الشخص الحسي، ان هو لما يقول حاجه يكون قاصدها بالظبط. ملوش في التحوير في الكلام. ما يعرفش يجيب يعني ودنك منين يا جحا، لا ودنك منين اهي، ودني اهي، مش ما يلفهاش من الناحيه الثانيه. الكلام اللي يقوله واضح، الكلام اللي يقوله قصده، وعايز اللي قصاده يكلمه بالطريقه دي. يعني هتلاقي احيانا ردود تقول يعني انت قصدك ايه؟ اللي هو عايز كلام واضح، لا الكلام مش واضح. فهتلاقي ممكن التعليق منه يعني انت قصدك ايه. هو مش بيتخانق، هو بس الكلام بالنسبه له ايه، مش كلام واضح ومش قادر ياخده بطريقه حرفيه، يعني كلام مبهم يعني. او ان حد قال كلام والكلام يعني لو خده حرفيا هيبقى كلام صعب، فتلاقوه بيسال انت بتهزر مش كده؟ انت بتهزر مش كده؟ معناها خلي بالك انا دماغي هتاخد الكلام اللي انت بتقوله ده بطريقه حرفيه، لو خدته بطريقه حرفيه ده هيبقى فيها زعلة كبيره. لان احنا اصحاب قريبين من بعض، فانا بسالك اهو وضح لي كويس قوي انت بتهزر، انت مش بتتكلم جد. عشان لو الكلام جد هيبقى موضوع تاني خالص. يعني ليه؟ لانه بياخد الكلام زي ما هو، ياخد الكلام حرفيا، فبالتالي هو بيقول الكلام ويقصده حرفيا زي ما قاله، وعايز اللي قصاده يقول له الكلام ويقصده حرفيا زي ما بيقوله. لما بيبقى الامر غير كده بيبقى هو مش واضحه قدامه الدنيا. في عباره مشهوره قوي عن الشخصيه الحسيه اللي هي حرف الاس، والشخصيه الحدثيه او البديهيه اللي هي حرف الان. ان يقولوا ان الشخص الحسي اللي هو حرف الاس لو باصص على غابه، في الغابه ديت هو شايف كل شجره على حده. يعني قدامه مثلا قدام عينه كده في الغابه واضح كده قدام عينه مثلا 50 شجره، هو شايف كل شجره، شجره طويله، شجره قصيره، شجره تخينه، شجره رفيعه، شجره فيها ورق، شجره ما فيهاش، نوع الشجره دي، نوع الشجره دي، شايف كل شجره على حد. فالشخص الحسي يتقال عنه هذا التعبير، ان هو لو قدامه غابه بيشوف كل شجره بتفاصيلها لوحدها. فهكذا برضو لما تبقى رؤيته لأي حاجة بيبص على كل تفاصيل حاجة في الحاجة اللي قدام عينه، يعني يشوف الرؤية بشكل واضح.
الشخص الحسي برضو بيركز في الحاجة بتاعته ملوش دعوة بالحاجات التانية. يعني مثلا لو هو في قسم مثلا في شركة ويجي له واحد يقول له ايه ده ما عرفتش القسم الفلاني ده في فلان شد مع رئيس القسم، هتلاقي اجابته يا عم احنا مالنا، خلينا في شغلنا وخلينا في حالنا. هو شخصيته كده، خلينا في حالنا، ما خليني في حاجتي، خليني في شغلي، خليني في القسم بتاعي، ماليش دعوه الدنيا بره عامله ايه. هتلاقوا على مستوى العيله بنفس الطريقه دي. هتلاقي مثلا لو الزوجه مثلا هي الشخصيه الحسيه حرف الاس، وتلاقي جوزها جه قال لها ايه ما عرفتيش ده انا جاتني مكالمه النهارده وانا في الشغل ان مش عارف بنت عمي زعلت مع جوزها ويمكن تسيب البيت وبتاع. تقول له يا عم خلينا في حالنا، احنا ايه اللي يخلينا نخش في امور الناس؟ مش معناه ان هي بتتجاهل، لكن معناه ان هي شخصيتها خليني في بيتي، جوزي وعيالي وحاجتي وبس، إن كل واحد في حاله. مش بتتجاهل لكن بتركز على الحاجه بتاعتها. خلينا في حالنا، خلينا في حاجتنا، ملناش دعوه، بس خلينا في اللي احنا فيه. ده اللي هي تقصده يعني. ماشي بمبدأ ان اصدق اللي اشوفه، ماشي بمبدأ اني اصدق اللي اشوفه. يعني مثلا الجروب مثلا بتاع الشغل، وان هو بعت حاجه، الرئيس المدير بتاع الشغل موجود على الجروب دوت، وهو بعت بيقول على حاجه وبيقترح حاجه ومستني الرد من المدير. فجاله واحد صاحبه قال له ابسط يا عم المدير رد عليك. هتلاقوا رد فعله يس ولا لا، مفيش كده خالص. لا، رد فعله يقول له لما اشوفها طيب، وهو في منتهى البرود ده. مش لاي حاجه، لانه ما بيصدقش غير لما ايه يشوف بعينه، ما بيصدقش غير لما يشوف بعينه. يعني الكلام كده في الهواء ما بيمشيش بيه، ما بيروحش للحته دي خالص يعني. لكن قال له ابسط، المدير رد وخلاص والدنيا كويسه، هيقول له لما ابص على الرساله، ولازم يشوفها بعينه عشان ساعتها ينبسط، وساعتها يروح يقول له اشكرك انك قلت لي وبتاع. لكن لازم يشوفها بعينه الاول. اعتقد الشخصيه الكتابيه اللي احنا بنقول عليه شكاك لكن هو شخصيه حسيه. وهو مين؟ توما. توما جم قالوا له احنا شفنا المسيح، قال لهم مش هصدق غير لما اشوف. شخصيه حسيه حرف الاس، شاب نفسه خلاص صدق. فالموضوع بالنسبه له ان لازم ان هو يشوف بنفسه. الشخصيه الحسيه فكروا معايا كده، لو بيوصف لحد، يعني مثلا واحد جديد في الشغل مثلا، وجاي عايز يروح الاتش ار، يروح هناك، داخل من المبنى وبيسال يعني، فصادف شخص حسي وساله هو الاتش ار فين. هتلاقيه يوصف له ازاي؟ هتمشي لقدام، هتعدي 3 مكاتب، وبعد كده هتلاقي على شمالك كده على طول، اول ما تبص شمال كده هتلاقي الاسانسير. روح خد الاسانسير، اطلع للدور الثالث، هتطلع من الاسانسير وانت وشك كده من انت خارج الاسانسير وراك، خد على ايدك اليمين، وهتلاقي قدامك في باب و2 سيبهم، والباب الثالث هو باب الاتش ار، وهناك هتلاقي الموظف مسؤول يديله تفصيل الوصف بالظبط هيروح فين. ده الشخص الحسي، لما يجي يوصف بالظبط بالطريقه دي، هو ده الشخص الحسي. فالنهارده تعرفنا على الشخص الحسي، وقلنا ان حرف الاس اللي هو الشخص الحسي، وحرف الان اللي هو الشخص الحدثي او البديهي، دول المدخل لينا للمعلومات. فالشخص الحسي زي ما شفنا ان هو عايز التفصيل، عايز الادله والحقائق، عايز يشوف الحاجة قدام عينه بنفسه، عايز الحاجة تفضل زي ما هي، طالما ما فيش أي داعي للتغيير أو لعمل أي شيء فيها، تفضل زي ما هي. فده بالنسبة له المعلومات اللي داخلة من خلال عينه وودانه وكل الحواس الخمسة، إن هكذا بيستقبل المعلومات من العالم الخارجي. المرة الجاية، المحاضرة الجاية، هنتكلم على حرف ال N اللي هو الشخص الحدثي. أشكركم.